مساء الخير، أنا المرشدة السياحية والنهاردة قصة فيلم نادر جدا. فيلمنا النهاردة الفيلم النادر يوم في العالي. فيلم من مفقودات السينما المصرية، وممكن تكون أول مرة تسمع عنه. تاريخ العرض 11 نوفمبر 1946. مدة عرضه 72 دقيقة. عمر الفيلم 79 سنة، والفيلم من مفقودات السينما المصرية. من إخراج حسين فوزي، ومن تأليف حسين فوزي. أما عن طاقم العمل فهو من بطولة حورية محمد، محمد الكحلاوي، علي القصار، ماري منيب، حسن فايق، عبد الفتاح الأسري، محمود شكوكو، فتحية محمود، حسين المليكي، عمر الجزاوي، فهمي أمان. وأما عن قصة الفيلم فقصة فيلمنا النهاردة بتحكي عن عثمان أفندي، كمثرى الترام اللي قد الدنيا، اللي عايش في حارة بسيطة. كل الناس اللي فيها بتحترمه علشان هو كمثري، لدرجة ان الحلاق بيطرد الزباين اللي عنده علشان يحلقله، والناس كلها بترميله السلام أول ما تشوفه. راجل محترم كمثري قد الدنيا، عايش هو ومراته وابنه، أمه طقطق وطقطق، في بيت ملكه. البيت ده فيه شقة فاضية، هو حب ان هو يأجرها. المهم طقطق ده اللي هو ابنه شغال بتاع كاوتش، سافر اسكندرية علشان يجيب صفقة كاوتشات، وهو ورايح شاف عربية متعطلة فحب يساعد. لقاها رقاصة مشهورة، بنت جميلة فيها كل الصفات الممتازة. أعجب بيها الصراحة وحب ان هو يتكلم معاها. شد العربية بتاعتها من اسكندرية للقاهرة، وهو بيتكلم معاها اكتشف ان هي رقاصة مشهورة في احد الكباريهات. عزمته علشان يجي يتفرج عليها، وطبعا وافق على العزومة. في الوقت ده جه واحد علشان يأجر الشقة، كمساري، بس كمساري قطر بالبدلة الخضراء. جه يخبط على عثمان أفندي علشان يسكن عنده، وفعلا سكن. وطبعا الناس كلها اللي في الحارة بدأت ترمي عليه هو السلام، لأنه بقى أكبر واحد في الحتة دلوقتي. مقامه عالي، ونسيوا مين؟ عثمان أفندي. طبعا عثمان اتغاظ والغيرة حملت فيه، فقرر ان هو يروح يعزم الراجل ده عنده في البيت. الراجل ده رفض علشان فرق الطبقات ما بينهم هما الاتنين، فقال خلاص الراجل ده مش هينفع، المشكلة اللي ما بيني وما بينه تتحل والناس كلها ترجع تحترمني أنا وتنساه هو، إلا بالنسب. فخد مراته وراح يخطبه بنت الراجل ده. كان عنده بنت وحيدة. هل الراجل ده وافق؟ أبدا، ورفض للمرة التانية. رفض العزومة ورفض الجواز، وقال له انت مين انت علشان انا جوزك بنتي، اودي بنتي لابنك؟ انا كمساري قطر قد الدنيا، وانت حيالله كمساري ترام، وفي فرق طبقات ما بيننا احنا الاتنين. طبعا الغيظ عمل في مين؟ في عثمان افندي. اهو مش معقولة يعني تطردني من بيتك، انت مين يعني؟ بقى يمشي في الحارة الناس كلها ما بترميش عليه السلام، كل الناس زهقت منه، مستنيين الراجل ابو بدلة خضرة كمسار القطر اللي قد الدنيا. رجع طقطق من اسكندرية وهو مبسوط وسعيد. خد الصبي بتاعه وراحوا الكباريه علشان يتفرج على الرقاصة ويلبي دعوتها. وأول ما راح كان مبسوط جدا من رقصها وفرح قوي. في واحد أعجب بيها فبيحييها، ففي واحد تاني اسمه المعلم عجورة بيحبها.
انت ازاي وازاي تقوم وتقول لها ان انت معجب بيها ولا تسقف لها حتى؟ مسك الازازة وراح دبها على دماغه. مين اللي اتحرك من مكانه؟ طقطق طبعا. لم الموضوع ولحق الراجل وعملها له ببن وعدله دماغه وانقذ حياته. طبعا الراجل اتشكر له جدا واداله كارت وقال له انت لو عوزت اي حاجة انا تحت امرك، كفاية ان انت انقذت حياتي. والموضوع عدى بسلام. طبعا نوسة الرقاصة كل ده قلبها بيرفرف، مبسوطة بقى. فقال لها بقولك ايه، انا بحبك وعايزة اتجوزك. طبعا هي طارت من السعادة. رجع تاني علشان يقول لابوه ان هو خلاص قرر ان هو يتجوز الرقاصة. كل ده ما يعرفش ان ابوه وامه راحوا اساسا عشان يخطبوا البنت التانية والراجل رفضه. فابوه حكاله الموضوع وقال له انت لازم تتجوز دي، وان الرقاصة دي بتحبك عشان صوتك بس، وان الراجل ده هو الامل الوحيد علشان ابوك ترجع له الهيبة بتاعته في الشارع وفي الحارة. يرضيك يعني الناس كلها ما تحترمنيش؟ راح لمين؟ طقطق للراجل اللي اداله الكارت. فطبعا الراجل اللي اداله الكارت عنده واسطات كتيرة جدا وكلمته مسموعة. اول ما اتصل بيه وحكاله الموضوع وراح له، قال له خلاص ولا تزعل نفسك، ابوك اترقى من النهاردة، بدل ما كان كمساري ترام بقى كمساري قطر، ولا تزعل. وشال الراجل التاني من مكانه خالص، يعني خلى عثمان افندي مكان الراجل وشال الراجل، رفد واحد وشغل واحد. طبعا عثمان افندي لبس البدلة الخضراء ورايح جاي في الحارة متأمع ومتلمع، والهبة رجعت له تاني. ورضوان افندي اللي هو الكمساري الاولاني متغاظ وخلاص هيفرقع، ازاي وازاي. فخد بنته ومراته وراح علشان يزوروا عثمان افندي وقول له خلاص انا وافقت على الجواز وبنتي هي تحت امرك. فطبعا عثمان افندي رفض وقال له لا، ما ينفعش واحد زي دلوقتي كمساري قطر قد الدنيا يجوز ابنه لبنتك، انت عاطل عن العمل، في فرق طبقات، في فرق ما بيننا احنا الاتنين. وطرده وقال له خلاص انا كمان عايز الشقة بتاعتي علشان اجوز ابني. كل هذا الحوار وبرضه عثمان مش عايز يجوز ابنه للرقاصة، بس مبسوط جدا في اللي عمله لرضوان افندي. ورضوان افندي متغاظ جدا من اللي حصل. عثمان حب يخلص كمان ابنه من الرقاصة. قال له بص يا ابني، الرقاصة دي بتحبك عشان صوتك، يلا بقى، فاحنا هنكدب كدبة. فقال له ايه؟ قال له احنا هنقول ان انت حصلت لك مشكلة في الاحبال الصوتية وصوتك راح، وهتاخد سنة سنتين لحد ما تخف، ونشوف بقى مين اللي واقف معاك، بنت الكمسار اللي ساب الشغل ولا الرقاصة، ولا هتفضل معاك هي اللي هتتجوزها. كل الناس بعدت عنه ما عدا الرقاصة، قالت له انا هفضل جنبك لحد ما تخف. وفعلا عثمان اتأكد ان هي بتحبه حب سليم، وقال له يا ابني انت لو لفيت الدنيا كلها مش هتلاقي واحدة زي دي، ومش مشكلة كانت رقاصة، هتعتزل وتجوزوا انتوا الاتنين. وتجوزوا فين؟ في الشقة اللي الكمساري ايه سابها. ما هو عثمان طرده بقى، معلش يعني انت بقيت دلوقتي عاطل عن العمل، انا سيد الحارة. والفيلم انتهى نهاية سعيدة لعثمان وابنه طقطق وامه طقطق، ونهاية حزينة لرضوان الكمساري القطر سابقا.